اوضه ايه ده؟ سجن. قاعدين في سجن. المنفذ بتاع الحمام الحته دي على الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. انا واحد عمل بومبه جوه يموتنا. يا نهار اسود ومنيل. احنا بمعنى اصح رحنا سجن. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. تحب تقولي ايه؟ يعني عايزه امشي. اللي يعمل بيبيلي لان هفضل قاعده طول اليوم في الاوضه مكتئبه. اللي مش مستوعبه ازاي يجيب بلوجر يعملوا له دعايه لمكان زي ده ممكن يوديه في داهيه. اول حاجه مهمه الشطافه مش شغاله وانا عايزه اعمل حمام. طبعا ما صدقنا النهار طلع. ما صدقنا يا دينا. احنا الغرفه بتاعتنا كام؟ الغرفه بتاعتنا 207. 207 طول الليل بقى خبط ورزع. تحس ان الغرفه متاثره بالمسلسل بتاع 207. والله ما هقدر ابات في الاوضه اقسم بالله. والتكييف خرم وكل حاجه خرم. مش عايزه اتكلم قدام ابويا عشان ما يتضايقش. اول يوم لينا في بورتو شرم تبدا الكارثه الثانيه. الان حمايه بيعرض حياتنا للخطر. خليكم شاهدين عشان لو حصل لنا حاجه. يا ناس يا ظلمه. يا ناس يا ظلمه. يا اللي مفيش ديمقراطيه خالص وظلمه. انتوا ناس ظلمه. ورا. وطبعا كالعاده رمضان كان هيلبسنا في مصيبه. انا بسبب سرعته الزفته. ايه ده؟ عمال يجري اقول له هتلبس في ضرار. في ايه؟ هتلبس في ضرار. اكون مسجل الكلام ده. سجلته وهنزله كله بالحرف. نسيت ولا ايه؟ اهو سامعين؟ ده مجنون. بص يا جماعه. غلبان. انا قاعد ورا ازاي يعني؟ ازاي؟ طبعا ده كله في المونتاج عشان ما حدش يقول لك انا بلقح. وانا مش همنتج وهنزله كده. انت كنت بتعمل ايه؟ قول الصراحه. بعمل بيبي. لا بتسقي الزرع. ايه يا عم سامي انت زي الناس ما بتعمل يا حبيبي مالك يا ولد. ادي تلالا لالا ستلالا ستلالا. عم سامي قفل موبايلاته ومحدش هيعرف يوصل له. بصولي. بس هي قالت مش عايزه بس ايه غيره وحقد منك. ما خدتوش بالكم من حاجه. هي شكلها الرحله هتبقى فيها حاجات كده. هي سوس وهيبقى فيها حاجه. لا مش انتي. كل الناس اللي بتحبنا مرينا برحله كارثيه. كارثيه. حزينه مش كارثيه. لا هي كانت فيها كوارث. والله العظيم هي فعلا كانت كلها كوارث. كلها احداث. عمركم شفتوا حد يروح يصيف او بلاش يصيف يطلع يتفسح يومين يقضيهم في المستشفى؟ انا عايز اقول لكم ان حماية العزيز الله يمسيه بالخير عم سامي قال هطلع اقضي احلى 5 ايام. يبقى هو حسد نفسه. هو حسد نفسه. قال لك هطلع اقضي احسن 5 ايام في حياته. قضى 4 منهم في المستشفى. بس هو مش في المستشفى تعبان يعني الف سلام عليه. هو قضى 4 منهم في المستشفى بيروح معانا. احنا تعبانين فبيروح معانا. عايز اقول لكم ان الرحله بدات من كوارثها او مشاكلها. هي كانت زي الفل واحنا في الطريق. اول ما توجهنا لدهب كانت الرحله زي الفل. كانت الصدمه هناك. الصدمه دي بتقول ايه؟ انك انت لما تروح تعمل ريفيو المكان لازم تبقى عارف المكان ده صح يا دينا ولا لا. ده اكيد قبل ما يعني اوعي يغرك الصور او يغرك ايا كان يعني اوعي حد مثلا احنا محتاجينك في ريفيو مثلا والصور اهيت وكده واحنا واقفين او حد حتى يروح يحجز عن طريق صور ولا الكلام ده. لا لازم تبقى متاكد. لان انا اتبعت لي صور لمكان هروح اعمل له ريفيو رحت لقيته حاجه تانية خالص. ده حقيقي. احنا بمعنى اصح رحنا سجن. هو اقسم بالله هو سجن. كان اكتر من سجن. يمكن سجن فيه حاجات تقدر. طيب انتوا هتشوفوا الفيديو. هعرض لكم فيديو دلوقتي من المكان اللي احنا المفروض نروح نعمل له ريفيو. انا مش عارف هو جاي لنا. احنا كنا قاعدين في الفي اي بي. احنا كنا قاعدين في الفي اي بي. انا عايز اقول لكم عم سامي قعدوه في الاوضه اللي هي العاديه واحنا قعدنا في الفي اي بي. هوريكم واصور لكم الاوضه العاديه اللي احنا كنا قاعدين فيها. قصدي الاوضه العاديه بتاعت عم سامي والاوضه ايه؟ الفي اي بي. الفي اي بي. انا عايز اقول لكم ده غير الفيو قوي اللي بتطل عليها الفي اي بي. هو فعلا من جهه فيو قوي. انا بس اللي مش مستوعبه ازاي يجيب بلوجر يعملوا له دعايه لمكان زي ده ممكن يوديه في داهيه. انا متوقع ان ممكن الفيديو ده لو انتشر وزاره السياحه تقفله له. كامب انا هتشوف كله بقى في الفيديو. يلا بينا نشوف. روحوا شوفوا اول كارثه حصلت لنا في شرم الشيخ. لا بلاش نقول شرم الشيخ. في دهب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى دي ده. طالعين يا جماعه. عم سامي طالع معانا دهب. السلام عليكم. الجزء الثاني. انا عايز اقول لكم ان احنا طالعين دهب. للعلم بس الناس اللي مش عارفه احنا رايحين حاجه اول مره نروحها وعمرنا ما رحناها ومع العيال. فهيحصل مفاجآت في الرحله غريبه قوي. انتوا لو كملتوا الفيديو هتشوفوا مفاجآت. على فكره دينا اللي انتوا ما تعرفوش هي متضايقه عشان بتدور على شبشبها هتروح حافيه.
فهي بتدور على شبشبه مش لاقياه. انت ايه اللي مزعلك؟ طلع لي الشنطه. عارف ايه يا طلال؟ ايه يا طلال؟ ايه اللي مزعلك؟ بابا انا عايز حد داس على رجلك؟ يا جماعه اقول على حاجه. آه. اقول لا احنا استنى بعد شهر يعني احنا جينا هنا دهب عشان الكآبه ايه ده؟ ايه ده؟ كده حاجه. دينا عايزه تقولي حاجه؟ الجزء الثاني تقولي حاجه؟ ها؟ كل ده بيبقى موثق، بتقعدي تتفرجي عليه وتفتكري الايام دي، والله بتقعد تفتكر الايام دي. قولي قولي قولي. خلاص هي قالت مش عايزه بس غيره وحقد منك. ما خدتوش بالكم من الحاجة. هي شكلها الرحله هتبقى فيها حاجات كده، هي سوس، وهيبقى فيها حاجة. لا مش انت، هيبقى فيها ايه حاجات كده من تحت لتحت. دعواتكم ان شاء انا الله. عايز دعواتكم بس. بابا ماشي. بابا هم هيتفرجوا على الفيديو ده بعد ما نكون ان شاء الله هناك باذن الله. يلا يا جماعه انتظروا بقى المفاجآت طول الطريق. الحاجه فيها غيره. غزل بتجيب لي الشبشب، عم سامي قال لها طب انت كمان هاتي لي الكوتش. اهو حصل حاجه فيها غيره. غزل بتجيب لي الشبشب، عم سامي قال لها وانا ليه رمى لها الكوتش عشان هتجيب له الكوتش. اهو فع غزل قولي اوكي. قولي اوكي. اوكي. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا عم سامي انت طالع بالسيجاره عادي. بصوا يا جماعه، بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ولا كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك فإني ظلمت نفسي سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يلا إن شاء الله نوصل بالسلامة. في دعاء بقى السفر بجيبه لكم على التليفون ونقرأ كلنا مع بعض. نبقى نوصل بالسلامة بإذن الله. ادعوا لنا يا جماعة بداية رحلة دهب. عم سامي تحب تقول حاجة يا عم سامي يا اللي شبه كنتاك أنت؟ نوصل بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. عم سامي شبه كنتاك يا جماعه. ماشي نوصل بالسلامه باذن الله. لسه بدايه خروجنا من الشارع. بصوا يا جماعه، استاذه دينا سامي الجمل قاعده مع عيالها ورا. احنا وقفنا طبعا عند الشبراوي وقلت اجيب سندوتشين قبل ما اتحرك عشان انا تشه مش قادر اتحرك الا لما اكل. انت بتقولي ايه يا غزل؟ بدات الرجيم بدري قوي بصراحه. انت بادئ الرجيم. الحق بتقول ايه؟ الحق لا انا بقول لها انا تشه بتقولي لا. بتقولي مش انت اللي تشه. مين اللي تشه يا غزل؟ مين اللي تشه؟ مين اللي تشه؟ تشه فين؟ فين تشه؟ يا عم سامي مرحبا. 2 فول 2 طعميه 2 بطاطس 2 بيض بسطرمه. ايه قول انا اللي اكلت النوتيلا. نوتيلا قولي نوتيلا. نوتيلا. يا جمال الجمل بيشكل يا جدعان، الجمل بيشكل. ندفي يا عم سامي يا طلال. يا عم سامي يا جميل. الموبايلات ومحدش هيعرف يوصل له. مسرحيه ناس كتيرة. اوعى يا طلال يا جامد. عيني يما الولا يما عيني يما عيني يما. نغير الاغنية. ايه هنبكي عليك اموت في البوريا يا دينا نار يا بيه أزأز كابوريا. يلا يا فريدة أزوك يا أزأز. أبويا قال لي ارمي الشبك بس. أمي قالت لي البحر ياكلك. أمي قالت لي البحر الشنجر بنج النو الشنجر بنج النو أكبر يا مريم. أزأز كابوريا لو أزأزوك لو أزأزوك يا أزأز.
المشاهدين عشان لو حصل لنا حاجه. طب وريني الطريق عامل ازاي؟ ماشي يا بابا ان انا لما بقول لك ان انا بركب معاه بيمشي. انا سوبر اسمه ايه يا فريد؟ سوبر هيرو سوبر هيرو يعني. احنا معانا اطفال يا عم الحاج. هو في ايه يا عم وانت بتطبلي ليه؟ انا اصلا بحب سواقه ابويا. المكتوب مكتوب يا حبيبي. لا ولا ترموا بأيديكم بالتهلكه يا عم الحاج. رمضان ايه؟ خوف قوي. انا اعشق الخوف، احنا عيله كلها جبانه. انت هتشاركينا يا شيخه وانت يا بتاعت جدك سوبر هيرو مش خايفه؟ سوبر هيرو اهو احنا هنا اصلا سوبر هيرو. انتوا عيله سوبر هيرو. الله يسترها ونوصل بالسلامه. انا بالظبط هنوصل للنفق وهنزله واسوق انا وهمشي على 90 كان عاجبهم. فريده بنتي بتقول ايه؟ ابويا لو يجي الدنيا هتبقى زحمه موت. يا جماعه اجي دي اي محافظه. فريده بتقول ابويا لو اجي، هي تقصد يعني لو انا جيت ورا الدنيا هتبقى زنقه ورا، فبتقول لك ابويا لو اجي. دي اي محافظه دي يا دينا اجي دي؟ ما انا والله يسر نفسك. ده اي محافظه دي يا سما يا جماعه؟ كمين؟ لا ده اي محافظه اجي دي يا سما ما تعرفش. اكيد سعيد يعني. اجي لا اتوقع الشرقاوي. اجي دي شرقاوي يا جدعان لو ما كنتش انا غلطان قولوا لي. لو كنت بتهتم انت لو كان عندك دم مش انت طبعا يا عم سامي. يا عم ما تتكلم يا عم. يا جماعه في ناس حبايبك بيتفرجوا على الفيديو ده قوي بيحبوك. ايه ده؟ اسمعك ابعد عني عشان اللي بيحب عم سامي وبيتفرج على الفيديو ده نحب نقول له كل سنه وانتم طيبين. احنا ناس سطرانه اديني يا شيف حبة دلع في رغيف علشان اشبع بالفرحه واوصل ايوه اوبا يا عيني علشان اشبع بالفرحه ايوه عماله تلف تلف ومرقصه ودي تلالا لالا ستلالا ستلالا لالا ستلالا اموت في الستلالا. وانت على بالي ما نسيتك لا صدقت لقيتك وبتسال لو حبيتك فيك شايفني جايب جاي وجايب لك ونازل هوب امسك بالدركسون هوب امسك الدركسون. انت كنت بتعمل ايه؟ قول الصراحه. بعمل بالبي. لا بتسقي الزرع. ايه يا عم سامي انت زي نسمه بتعمل يا حبيبي مالك يا ولد. سامي انت كنت بتعمل ايه بصراحه؟ لا حول ولا قوه. يلا يا زيزو شغل. كلام على ايام الزمن الجميل والحب الحقيقي. ايه يا دينا الحب الحقيقي ايه؟ الحب الحقيقي هو الحب الحقيقي ايه؟ الدلع ده انت وغزل. الحب الحقيقي بيعيش يا صديقي. الحب الحقيقي بيعيش يا صديقي. بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح. بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه. لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني. وارجع لك يا حبيبي واقول لك حقك عليا. هو ده الكلب الحقيقي. هو ده الكلب البوليسي. بيعلمنا نسامح وينسينا امبارح. ويعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه. لو نبعد ثواني بيشخلعنا تاني. اللهم لك الحمد. اللهم لك. عدينا كمين موسى بسرعه طبعا شافوا وش عم سامي قالوا ده كنتاكي فما رضوش يفتشونا ولا يسالونا بطايق ولا بتاع. لما كنت جاي انا ودينا المره اللي فاتت وقفونا بتاع نص ساعه. ايه يا دينا؟ دي حقيقه. ابوكي وشه ايه؟ حلو عليك. وشه حلو. يا رب يبقى وشه حلو للاخر يا رب. احسن في ناس بصلوا في السفريه. طبعا ده كله في المونتاج عشان ما حدش يقول لك انا بلقح وانا مش همنتج وهنزله كده. احنا زي ما انتم شايفين عم سامي قرب خلاص يجيب اكشن. تعبت ولا لسه يا نجم؟ شويه تعب شويه يا جدعان. ما وصلناش ربع الطريق وتعب. ادي ده اللي يقول انا اتحداك. ادينا يا سامي يا جمل. الفيديو ده انت هتشوفيه في الشتاء وتقعدي تتحسري عليه. يا لهوي عليك يا كداب. مش كده ما يا كده. لهوي عليك يا كداب. يا ما كده. هي بتقولها كده. لا ايوه بتقولها كده. تقول يا لهوي عليك كداب. هي نايمه دلوقتي في سبع نوم. دودو مسكره. دودو الحلوه. قول لي ده عشان خدت منك الوقت. دودو الحلوه.
ايوه معلش قولي ايه؟ ضغط ويتي ضغطك وطي من ايه؟ من الحر. من الحر. معلش يا عيني كتكوته، يا عيني كتكوته يا جماعه، معلش ما بتقدرش تستحمل يا عيني كتكوته. وانت يالا ما ضغطكش وطي انت كمان؟ انا بنام وانا واقف. بنام وانا واقف. على اساس انت واقف. انا هسكت احسن. ودي يعني شربوحه جدها سابها لي ونزل شربوحه. هو ابوكي بيعمل ايه ورا التله دي يا دينا؟ زي ما الناس بتعمل. ده بقى احنا جايين نطبطب في الرحله، ام الرحله دي وحياه ربنا جايين نطبطب. دي واحده ابوها بيطبطب، ابوها يا عيني لا حرانه، لا معلش تعالى تعالى اقعد اعمل حمام. بيطبطب ابوكي بيطبطب، والنبي بطلوا طبطبه يا عيال طبطبطيه. خلي عندك دم وانت انزل انت. انزل ياما وانا مش مشكله، تعالى سوق يا عم سامي. طب خلي عندك يا عيله مطبطبطيه، عيله ملزقه، عيله طول الطريق ما بيعملش حاجه غير انه يدلع في عياله. وعيالي اصلي والله الواد تعبان، اصل الواد مش عارف ايه، عم سامي ناقص يغير البامبرس لبسام ويوسف، ومش بس كده يغير للاستاذه اللي جوه دي البامبرس. هيقعدوني ورا، عارفين ليه هيقعدوني ورا؟ عشان التكييف مش واصل للاستاذه دينا، فهيقعدوني ورا. يا ظالمين يا ناس، يا ظلمه يا ناس، يا ظلمه، يا اللي مفيش ديمقراطيه خالص وظلمه. انتوا ناس ظلمه ورا، والله ظلمه. حسبي الله ونعم الوكيل. لا ايه وانا هموتك بتقول لي لا؟ عجل هيقعد جنبك لو جيت عليك تعالى. طيب ما تخافيش يا ناس يا ظلمه، رميتوني ورا ليه يا ظلمه؟ ورب الكعبه التكييف واصل والجو ساقعه، بس الموت والغيظ مني يا متغاظه. دلوقتي يا جدعان في تفرقه عنصريه حصلت. ايه رايك في القهوه؟ دينا رجعتني ورا وقعدت هي وابوها قدام. قال ايه؟ الجو حر ورا ومش قادره، عايزه التكييف. فبقول لعم سامي ايه؟ اقعد انت ورا وانا اسوق وبتاع لي ليه وانا جننت ولا ايه؟ اهو سامعين؟ ده مجنون؟ بص يا جماعه غلبان. انا اقعد ورا ازاي يعني؟ ازاي؟ عندك حق يا عم سامي، انا اللي اقعد ورا. ده اتجن في عقله. انا اللي اقعد ورا يا عم سامي. ماشي الله يسهل لكم. استاذه دينا اديله عيالي خدهم على رجليه. التكييف واصل لك كده يا استاذه اديله دينا؟ العيال؟ اديله عيالي خدهم على رجليه. استني اهدي بس، التكييف واصل لك كده انا مرتاحه. تكييفي ده ما اقدرش استغنى طب عنه. ماشي شكرا، سلام عليكم. ماما يا دكتور شاف لي تصريف ابوس ايدك اكتب له شيت انا جوايا حته نظيفه. انا كنتاكي. وطبعا كالعاده رمضان كان هيلبسنا في مصيبه انا بسبب سرعته الزفته. ايه ده؟ عمال يجري اقول له هتلبس في ضرار. في ايه؟ هتلبس في ضرار. ضرار ايه بس اللي البسه؟ ده حاجه جديده عملوها، الددار ده. قول حاجه يا جمل. قول حاجه يا عم الددار. كان هيلبس في الضدار ولا لا؟ ستر ربنا انا نزلت من على الدركسيون من كان هنا. شفت كان وهو هيمسكه في ساق من هنا. التلفزيون. فينا دار يعني، لو انا فضلت سايق كنا زماننا خدنا مخالفه. اللهم لك الحمد، انا ماشي محترم. وش حلو عديت عليك محترم. عشان تعرف بس ان انا طول عمري منوره. وشك ايه ده؟ انت عماله تعملي زي ماشي بالراحه يا بابا، ماشي بالراحه يا ركز بابا. بس في الديكورسون بتاعتك. الدركسون اسمه ايه معلش؟ كنا هنلبس فيه اللدار. اللدار. دلوقتي يا جماعه احنا في طريق دهب، عدينا شرم الشيخ وداخلين طريق دهب. اول مره نسافر السفريه دي لدهب، انتظرونا كلها مفاجآت. مصر فيها احلى جبال في العالم، تخيل يا عم سامي. وسويسرا. دي سؤال جمله حلوه قوي. دينا بتسال بتقول ايه؟ واسرائيل بقى فين من هنا بقى؟ لا مش اسمها اسرائيل، اسمها اخرائيل. قال زيزو قال مفيش حاجه اسمها اسرائيل، قال لك هي اسمها فلسطين، صح يا زيزو؟ صح. وعلى عهدي وعلى ديني على ارض تلاقيني. طبعا انا بحمد ربنا ان الاجيال الجديده عارفه ان فلسطين عايز اقول لك يا سوسو يا اللي بتتفرجي على الفيديو، هي داعي. عم سامي نزل ريست عشان يشرب قهوه اتاخر، دخلت جوه لقيته قاعد في وش واحده، هي ما كلمتوش بصراحه بس الاتنين كانوا في وش بعض. طب يقصد ايه يا عم سامي؟ انا سايب لك انت بقى ايه التعليقات. قال يا جدعان كنت يعني مش هرجع، كان هيغمى عليا. عم سامي بيساله لما عاوزك اقول لواحده، عاوز اقول لواحده اجنبيه انا عايز اتصور معاكي، يقول ايه يا زيزو؟ بليز فوتوشوب. بيقول لهم بليز فوتوشوب. لا استنى يا عم سامي هيروح لواحده اجنبيه. لا I want one selfie. يعني عم سامي هيروح لواحده اجنبيه يقول لها ايه؟ بليز فوتوشوب. لا والله غلط يا جماعه. I want one selfie. وان سيلفي.
1 سيلفي. كده انا قلبت كده انا صارفه على ابني يا ابني. انت صارفه على ابني. عيب عليك، بيقول لك كلمتين انجليزي ما حدش عارف يقول له. طب يعني فوتوشوب فوتوشوب يعني هنتفرج. صورة احترافية صورة احترافية. وانت يا عم سامي جامد وتقدر تتصور صح؟ نعم. انت جامد وتقدر تتصور. من ايام اثبت لك. يا نهار ابيض يا سوسو، شوف الفيديو ده يا سوسو والنبي وتابعينا ده بيتكلم وقلبه جريء. خطوه بخطوه هنزل لك كل حاجه على عم سامي اللي ماشي مع بنته وقاعد معاها قدامه عمالين يحبوا ببعض وجايبين انا اشيل العيال. يا سوسو ده انت ما تعرفيش، كان قاعد مع واحده لابسه بالونيلا السياره وكان شعرها لونه اصفر، كانت قاعده على جنب معاه عشان قاعد ورا يا عيني بالعيال. قاعد ورا بالعيال. بصوا يا جدعان، غلبان مسكين. بصوا العيال كلهم عليا وهم قاعدين قدام ايه مفنيخين فعلا. عايز اقول لكم يا جماعه احنا خدنا احلى تدبيسه في حياتنا. احنا جينا على اساس ان في كامب، والكامب ده باعت لنا الراجل فيديوهات وصور ليه، وكمان عايزنا نيجي نروج له. احنا متخيلين احنا قاعدين ازاي؟ بصوا متخيلين احنا قاعدين ازاي؟ بصوا الاوضه عامله ازاي؟ التكييف اولا مش شغال ده اولا، وعم سامي حاطط الثلاجه الصغيره مش شغاله، وقاعدين مفيش مكان نتحرك فيه في الاوضه مفيش، والحمام يعني لو حد معلش عمل بومبه كبيره هتطلع لنا من هنا، هتطلع لنا. بيفكروني بالاوض بتاعت السجن. اقسم بالله انا لو صورته لكم من بره، احنا كفايه الصدمه اللي خدناها من بره، بس احنا اتكسفنا نقول للناس اول ما جينا ان الوضع صعب. انت فاهمين قصدي؟ فعايز اقول لكم ان دينا مش مصدقه نفسها. دينا هانم فندق جوليفيل واكوا بلو الباتروس والشياكه والدلع، في الاخر يحصل معاها كده يا جماعه. لا 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 انا مش مصدق. قولي يا استاذه دينا. الحمام ما فيهوش شباك، يعني شيل المريحه منين؟ رمضان. ايه؟ الحمام ما فيهوش بمنفس. بص هعمل لك تهويه منين؟ انا ما بصوا انا عماله اضحك. رمضان. يعني التهويه بتاعت الحمام هي الفتحه دي. ايوه. طيب اتكلمي يا استاذه دينا، تحبي تقولي ايه؟ يعني عايزه امشي، اللي يعمل بيبيلي لان هفضل قاعده طول اليوم في الاوضه مكتئبه. انا لو صورت لكم بره انتوا حرفيا هتصدموا. ده مش مكان المفروض يكون موجود في دهب. 3 ساعات بينضفوا في الملايه دي. 3 ساعات دينا بتقول لك بنضفوا الملايه دي. وعايز اقول لكم على فكره ده سفنج. ده سفنج. الله يسترها. اصور لكم المنظر تحت واوريكم احنا حصل معانا ايه. ومش عارفين نمشي، يعني احنا مكسوفين عايزين نمشي يا جماعه مش هينفع. يعني مش عارفين نقول ايه الصراحه. الناس جايبانا بقى وايه وعماله توصف لنا واحنا في القاهره، ومصور لنا ايه، مصور لنا وردتين. هبقى اوريكم الوردتين اللي هم مصورينهم. بصوا مفيش في الغربه دولاب، دي الدولاب. على الدولاب. انا نازل لك اهو. راجل يعني اقسم بحياه التلباس المفروض كده اتقفل. طب كده يقفل ازاي؟ ما هو ايه ده؟ طب ما صح ايه ده؟ هم عاملين الترباس ده يا عم سامي تمويه. والله معمول تمويه الترباس ده. والله ما هقدر ابات في الاوضه اقسم بالله، والتكييف خرا وكل حاجه خرا. مش عايزه اتكلم قدام ابويا عشان ما يتضايقش. انت ايه اللي مش عاجبك في الفندق؟ في قصدي هو مش فندق، في الكامب. لا ثانية، الفندق كلها مش عاجبنا. الفندق كله يا بنتي ده مش فندق، ده مش فندق. ده مش فندق ما هو مش أصلاً. فندق، ده كامب. نفسي اعرف ايه الكامب ده، ايه يعني ايه ده؟ هو يعني سوبر ماركت جميل. هو بصوا يا جماعه اي عائلات اوعوا تنزلوا هنا، نصيحه مني. نصيحة مننا. اوعوا تنزلوا هنا، كله نصيحة شباب مننا. كله شباب. احنا هنخلع يعني كده احنا هنخلع. نصيحة مننا. انا اصور لكم المنظر بره، اوريكم المنظر بره اقسم بالله. يعني انا عايز اقول لكم، يعني انا مش عايز اوصف انه ما ينفعش ده يبقى في دهب. اقل ما يكون ان هو في دهب. وده ايه ده؟ سجن. قاعدين في سجن. المنفذ بتاع الحمام الحته دي على الاوضه اللي احنا قاعدين فيها، انا واحد عمل بومبه جوه يموتنا. يا نهار اسود ومنيل. وبص فيش التلاجه محطوطه ازاي. يا اوعى الجمال والرشاقه اوعى. لا لا لا. وبيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا المفروض ان احنا عندنا اوضه تانية. بيقول لنا ايه؟ خشوا اقعدوا بس عشان في التكييف لحد ما نجهز الاوضه التانية. بصوا الاوضه التكييف اصلا لو اقول لكم مش مطلع هواء هتقولوا عليا كده هموت. يا استاذه دينا هتقول ايه؟ الناس دي كانت عايزانا نعمل لها ريفيو، اهو ده الريفيو اللي هياخدوه مننا. انا لو صورت بره دي فضيحه، والله خايف اصور بره. الناس تقول لي انت ازاي دخلت وقعدت؟ شباب طالعه وشباب نازله، اقسم بالله حسيت ان انا قاعد في الموسكي. انا مش بقل من الموسكي، اقصد ان بياعين طالعين وبياعين نازلين. يعني انت مش رايح تصيف، انت طالع تبيع.
بصوا يا جماعه النور في الحمام افتح حلو. المايه افتح المايه افتح المايه. ايه ده؟ بصوا طبعا لو حد عمل حمام ولا بص البومبه، بصوا البومبه تطلع منين؟ على اللي قاعدين بره، على اللي قاعدين بره. الميه نازله بصراحه بشراسه، الميه طالعه بشراسه. في ليل الغربة يا مايا بكيت يا ريت تدعي لي يا مايا، يا ريت ده ليل الغربة بيطول، يا ريت تدعي لي من الأول. بصي بكيت. بصوا يا جماعة، هو يظهر إن إحنا كلنا لبسناه. بصوا يا جماعه دي المفروض الغرفه، دي المفروض الغرفه الثانيه. بس كده دينا عشان دينا مش لابسه حجاب. دي المفروض الغرفه الثانيه اللي ادوها. مش عايز اقول لكم منظر السراير عامل ازاي. بصوا الغرفه الثانيه اللي هم ادوها. ماشي ما شاء الله، فيها مطبخ جميل. بصوا بقى، وده الدولاب. هوريكم الفيو بتاع الاوضه. بصوا ده الحمام. ماشي شايفين الحمام حلو ازاي؟ حمام في منتهى الجمال. بصوا بقى الفيو، وريكم الفيو جامد قوي قوي. بصوا الفيو، يعني انا اخرج من الاوضه كده. بصوا الفيو، شايفين الفيو جميل، مفيش كلام، مفيش بعد كده فيو. بصوا المنظر جميل ازاي. بصوا شايفين الفيو. بصراحة جميل 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 المكان. مش قادر اتكلم واقول واوصف حلاوة المكان، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. احنا لما دخلنا امبارح دخلنا من ورا، من هنا، من ناحية الزرع اللي انتوا شايفينه والمباني اللي هنا دي. فهو المفروض دخلته بتيجي من الناحية دي، فاحنا لما دخلنا الجنب دخلنا من الجنب ده. فعايز اقول لكم يعني كنا داخلين، كان الموضوع بالنسبة لنا صعب ومعانا الشنط. الحاجة التانية متخيلين ان دي القعدة بتاعت اللي هي الريسبشن، اللي انت بتقعد تنتظر يجهزوا لك الغرفة. هي دي القعدة بتاعتك، ودي المروحة اللي هتهوى عليك وانت قاعد. ماشي. ودي طبعا الريسبشن، الله ينور، 24 ساعة خدمة زي ما انتوا شايفين. الناس موجودة من صباح ربنا وقاعدين في الريسبشن، الله يبارك لهم. طبعا دي سماعات هوريها لكم، موجودة في كل الغرف. لو انت عايز تسمع اغاني زي الزفت هتسمع، مش عايز تسمع مش هتسمع. زي ما انتوا شايفين اهي، شايفين ده الريسبشن. ده الريسبشن بتاع ايه؟ بتاع المكان. وبتطلع كده بصوا كلها شباب، كلها في كل حته شباب زي ما انتوا شايفين. ادي الريسبشن وادي المناظر الجميله اللي بتطل عليها. فاهم يعني؟ انا مش عارف يعني احنا خدنا في الرحله دي يعني حاجه جميله قوي. اتعلمنا ان احنا ما نتفرجش على الصور ونيجي على الصور كده، ودي غلطه انك انت تيجي من عمياني. اتفرجوا القعده جميله. انا عايز اقول لكم بقى معلومه جامده قوي عن الغرفه، ان احنا قاعدين في غرفه 207. انتوا متخيلين احنا قاعدين في غرفه 207؟ اقسم بالله العظيم الغرفه طول الليل تخبط. انا ما بقى استنوا نسيت اوريكم، الحمد لله في منشر، انك انت مثلا عايز تغسل هدومك وبتاع وخارج من الاوضه 207 عايز تنشرها هنا. زي ما انت شايف في سطح جميل ممكن تقعد عليه هنا. لو عيالك عايزين يلعبوا ولا حاجه فيه جامد جدا، او ممكن شايف المنور الجميل ده جدا. طبعا ده فيو كويس جدا تقدر تلعب فيه انت وعيالك وبتاع. احنا اتدمرنا حرفيا، احنا حد بصلنا في الرحله دي وادانا عين جامده قوي 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 يعني. ماشي. المهم احنا الغرفه بتاعتنا كام؟ الغرفه بتاعتنا 207 طول الليل بقى خبط ورزع. تحس ان الغرفه متاثره بالمسلسل بتاع 207. وحياه ربنا هوريكم طول الليل كانت بتعمل الغرفه. طبعا انا ولادي نايمين على، انا لو اوريكم بصوا السرير. بصوا السرير على ايه ده كده سرير. طبعا الجنب ده عيالي نايمين متبعترين، مش هينفع اصورهم. وكل يعني في سريرين تاني وثلاثه هنا نفس النظام اللي انتوا شايفينه ده. ده غير ان في واحد فيه سوست بيظبطك يعني. اسيب بس كده مفتوح سنه عشان اصور لكم. ده المطبخ الجميل، المطبخ اللي زي الفل زي ما انتوا شايفين في الغرفه 207. ماشي اهي. طبعا دي الاوضه اهي 207. ده المطبخ جميل جدا
ما شاء الله. زي ما انتم شايفين ادي مرايه. ده بقى الدولاب جميل ومنسق وحلو، حاجه يعني شغل فاخر من الاخر. شايفين؟ متخيلين بقى ان الراجل ده بيتصل بيا بيقول لي انا مديك احسن اوضه في المكان، واقسم بالله ما بهزر، احسن اوضه في المكان، والاوضه اللي انا مديها لك دي VIP. الكلام ده قبل ما انا اخشها. دي احسن اوضه في الكامب وVIP طول الليل بقى. شايفين الباب ده؟ بص كل شيء، بص الصوت، بص طول الليل احنا سامعين الصوت ده، اقسم بالله طول الليل، لدرجه ان انا بفتكر ان في حد بيخبط كل شويه اروح اروح اشوف مين، وفي الاخر صحيت من النوم لقيته المصحف الباب مفتوح. فطبعا الفيو سامعين اهو بالصدفه. سمعتوا الباب الناحيه التانيه عامل ايه؟ سمعتوا بالصدفه خبطه رزعه ايه، قاعدين. بص بقى من الناحيه الخلفيه الفيو حلو قوي قوي قوي. انا ما شفتش في حياتي فيو في حياتي زي الفيو ده. بص طبعا دي منظر تحت برضه لو انت عايز تبص عليه، كله شجر وزهور زي ما انتم شايفين. الكامب ده يا جماعه، الكامب ده هو ده باين، اتوقع هو ده اسمه، اتوقع مش عارف، مش متاكد، عايز اتاكد. هو اتوقع تانجو كامب، هو ده اللي انا بصوره لكم، هو ده هو الكامب تانجو ده. ماشي. بصوا متخيلين المنظر والجمال. طبعا ده الخلفي، انت هنا بتبص على، هو ينفع شبابي اكتر يعني، الناس اللي عايزه شباب تطلع اكتر هيبقى حلو بالنسبه لهم يعني. متخيلين؟ بصوا المنظر. هي الحسنه الوحيده ان هو قريب من الممشى ده، الممشى اللي هنا ده كده الممشى. ماشي. متخيلين منظر جميل. انا بقى بصوا بالحمام، انا مش عايز لو كانت في ريحه كنت شميته، يعني لو كانت في ريحه كنت شميته. الحمام يعني امبارح انا ما كنتش عارف اخش بسبب صرصار. بص الحمام جميل الحمام. عندنا سخان، يعني ما فيش كل وقت سخان، انت الاوضه الوحيده اللي فيها عشان دي فيها سخان. الحمام مش قادر. وجابوا لنا دي، خبطوا علينا عشان احنا ناس مشاهير ومعروفين، خافوا ان احنا نضرهم فجابوا لنا دي. مش يعني الحمام جميل جدا، ويعني يدل على جماله ومتعته. اللي بره في الاوضه شبهها. اطلع بس هنا استنشق شويه هوا، عشان مش هنا لا دي كرسي لو انت عايز تطلع بره تتشبس بتاع، فاهم انت؟ حلو الكرسي ده، مش قادر هموت. ماشي. زي ما انتم شايفين. بص غزل بنتي يعني، شايفين غزل زي ما انتم شايفين جميل وكان حلو. دي طبعا التلاجة جميلة، أميز التلاجة يعني. أنا هنا يعني أحلى حاجة كنت شايف هنا التلاجة، هي مش شغالة طبعا. وأنا هنا لما جيت أشحن الزراير دي ما كانش عايز يخش فيها الشاحن بتاعي خالص، عشان كده أنا كنت بحط هنا الشاحن وبعلقه. شايفين الكامب اللي أنا وريت لكم اسمه ده، وهحاول أصورلكم اسمه مرة لعل وعسى أكون كاتب غلط يعني. وده المطبخ زي ما انتم شايفين، حتى بص VIP شايفين حاجه يعني فاخر بالاخر. استغفر الله العظيم يا رب. اتنين في الباب ده، سامعين صوت الباب الناحيه التانيه عامل ازاي؟ بص حتى ما بيتقفلش يعني. عايز اقفل اهو، الحمد لله تصدقوا قفل للاخر. اصل صحيت من النوم لقيته مفتوح. فاهم؟ الحمد لله. طول بقى اليوم هيفضل يعمل كده يعني. انا لو بصور هتلاقيه بيعمل كده. نطفي هنا لحسن خلاص هموت. هرجع تعالى. طبعا الراجل كلمني صاحب الكامب وكان عايز نعمل له طبعا ريفيو جامد وعشان الناس تيجي، فاتوقع ان ده هيبقى احلى ريفيو. انا ما بحبش اغش الناس. انا بص الباب طول اليوم كده بقى. بص طول ما انت قاعد تسمع كده. انا ما بحبش اغش الناس. والتكييف على فكره عايز اقول لكم وربنا ما عامل حاجه في الاوضه، اقسم بالله حرفيا ما عامل حاجه في الاوضه. طبعا عشان احنا عندنا مصداقيه مع الناس اللي احنا بيتابعونا، فما ينفعش ان انا اكذب ولا اتظاهر بحاجه غلط. بصوا يا جماعه، هو كان مصور لي الورد ده، شايفين الورد اللي تحت ده؟ مصور لي الورد بالاوض اللي قدام الورد، يعني المنظر عامل زوم على الاوض. وطبعا انا دبست تدبيسه ودبست عيلتي معايا، ومكان صعب جدا جدا ان انا اقرر ان انا امشي وارجع يعني ادور على حاجه في وقت قياسي. من السراير لينا بقى، بصوا تحتيه حاجه حلوه قوي. بصوا دينا كانت بتروق لكم. بص دينا والله عماله تروق وتنظف، فبترفع بتشوف لو حاجه ضايعه مننا او واقعه ونسينا تحت السرير الجميل ده اللي بتاع التحميل بتاع البضايع. عايز اقول لكم لينا دي تحت السرير.
ديكور، ده ممكن يكون ديكور. بصوا يلا نزل يا بسام. ربع خشب ربع خشب. ثواني يا جماعه، احنا بنقول حاجه بس مهمه. ثواني، احنا رفعنا طبعا عشان نشوف لو في حاجه واقعه مننا. بص لقينا الزباله تحت السراير ازاي، ودي مش سراير عامه يعني، ده مش سرير بس لقينا. بصوا طفي السجاير ده، غير انه قعدونا 3 ساعات عشان بيوضبوا الاوضه اللي هي الفي اي بي. فطبعا ما صدقنا النهار طلع، ما صدقنا يا دينا. نعمل ايه؟ نمشي بسرعه، نمشي. بس بصراحه يا دينا، بصراحه تنصحي بايه للناس اللي عندك اللي بتتفرج عليكي؟ تقولي لها ايه رايك؟ راجعي نفسك قبل ما تختاري اي حاجه. وان الصور ممكن تخدع. ها؟ اهم حاجه الصور تخدع دي، يعني احنا اتخدعنا. ايه بس بقى في فنان عامل اللوحه دي يا جماعه، دي فنان. انا لما كنت داخل هنا كنت فاكرها ورد، بس لما قعدت اركز لقيتها معموله من بفن بصراحه. معموله من ايه؟ يعني لو عكب، لو ولاعه بس عملت كده هخليها لكم ايه، تنور والله العظيم. بصوا مكتوب يعني قراطيس لب. طب كنتوا خلوها بيضه بس بدل ما مكتوب فيها كده. يا جماعه زدينا، انا عايز اقول لك ما شاء الله وراكي البتاع حلو، الفيو حلو. يعني انت بتاخدي صور ما شاء الله، والبتاع الحيطه عايزه تنضف. يا جماعه عايزه اقول حاجه مهمه. والله ده عايزه اقول حاجه مهمه. دي تصوت. عايزه اقول حاجه مهمه، الشطافه مش شغاله وانا عايزه اعمل حمام. دينا، كلمة حق بشهادة هتتحاسبي بيها قدام فانزاتك، شهادة هتتحاسبي فيها قدام الناس اللي بتتابعك. انت ايه رأيك في اللي انت شفتيه النهارده؟ انا قلت مش كل ما تشوفه يعني. لا انت اول ما جيتي اول صدمة ليه؟ في حد ممكن يكتب لك يقول لك طب انتوا ليه ما مشيتوش على طول اول ما لقيتوا الوضع مش عاجبكم؟ كنا 13 ساعة مسافرين فمش هنقدر. احنا ما نمناش اصلا، بقى 13 ساعة على الطريق. فاللي هو عشان نرجع شرم الشيخ تاني او نقعد ندور كانت الموضوع مشكله. لا يعني كنا تعبانين، ورمضان كان تعبان سويقه، وبابا سويقه ابو رمضان كان تعبان سويقه. وانت يا تالا قولي اوكي. واو قولي اوكي. كانت احلى واحده. على بابك. دينا تحبي تغني اغنيتي؟ انا اتخدعنا حلو والله تليق. اتخدعنا انا وانت يا قلبي، اتخدعنا. انا عايز اقول لكم حبينا اوضه للاسف ما حبيتناش. انا عايز اقول لكم انا دخلت على بوكينج بسرعه، حجزت طياره وعملت ايه بقى؟ قررت ان انا ما ادفعش جنيه الا لما اروح اشوف المكان عامل ازاي. طبعا اصوره لكم. بارتو زفت على دماغي. بارتو 2. لقيتك بترفعي ستوري قلت اكمل فيديو اليوتيوب. بقول للناس انا ما صورتش امبارح ستوريات ليه؟ قلت ليه؟ لهم هنزلوكوا على اليوتيوب اللي حصل معانا. لان اللي حصل معانا ما كانش غير متوقع نهائي. فاستنوا بقى النهارده. انا عايز اقول لكم احنا خدنا الشنط ونزلنا. طبعا زي ما انتم عارفين هنا مفيش عربيه بتخش جوه، فواخدين الشنط وماشيين بنقعد نزقها. انا عايز اقول لكم ان والمصحف انا ما نزلت لقيت حد في الريسبشن، انا سبت المفاتيح ومشيت. يعني نزلت ما لقيتش حد ياخد مني المفتاح فسبتها ومشيت المفاتيح. ف ده كده المكان اللي احنا ماشيين فيه، ده الممشى السياحي بتاع بالليل. هو بيبقى لذيذ مش وحش وحلو، بس هو اللي كان مضايقنا واللي خلانا استقنا ان احنا نمشي من ده بسرعه اكتر حاجه كانت الاقامه. الله يسامحهم بقى. طبعا انا واثق ان الناس بتقول، طبعا انا عايز اقول على حاجه. في ناس ممكن تقول لك ايه، ما مشيتوش ليه؟ لقيتوا الوضع مش عاجبكم كنتوا مشيتوا. اولا كنا مطبقين، ما كناش نايمين. ثانيا والدي كان تعبان جدا لانه عامل عمليه في رجليه، فالموضوع لا وسايقين كمان يجي 10 ساعات ولا 12 ساعه كتير قوي. كانوا سايقين احنا ماشيين براحتنا وعاملين كان معانا اطفال، فالموضوع كان متعب. بنهزر في الطريق، ده غير ان كنا يعني بنضحك يعني في الطريق. المهم يعني قررنا ان احنا نبات على الوضع الصعب ده ونمشي تاني يوم. حجزت من على بوكينج، قررت ان نحجز في بورتو شرم. رحنا ايه؟ بورتو شرم. اول يوم لينا في بورتو شرم تبدا الكارثه الثانيه.